شكرا سيد الرئيس. أظن بأنه نقطة النظام في التسيير هو تتعلق بدور هذه الجلسة من أجل تمكين الشعب المغربي في الاستماع إلى حكومته. الإمساك عن الكلام أو رفض الكلام أو رفض الرد هو الإمساك عن ممارسة المسؤولية. فلذلك على الوزير أن ينتقل ويبين لنا علاش ما بغاش يجاوب. واش معنى أنه قبل كل ما سمع، أو أنه غير وجهة نظره، أو أنه أصبح ليس في قدره مواصلة المسؤولية. فلذلك هذا مشكل خطير. لا تملك الحكومة حق السكوت أمام البرلمان، بل تأتي بها هنا لتناقش وتواجه الشعب المغربي من خلال الأسئلة التي تطرح. فهذا السلوك لم نسبق أن سمعناه. لا يتعلق الأمر بكلام فائض أو زائد في أكبر مشكلة نعيشها المغرب. كل الناس يريدون أن يسمعوا رأي الحكومة في هذا الموضوع. لذلك ألتمس أن تسجلوا وأن تقوموا كمسؤولين في البرلمان بما يستتبع ذلك حتى لا نترك أنفسنا في شيء. أن قضية التربية والتعليم إهانة للشعب المغربي واستخفاف بالآراء ديالنا. قل قضية التعليم تأتي بعد القضية الوحدة الترابية، والسيد الوزير كيسمع لنا وكيخرج. هذا تصرف لا مسؤول. نحن نتكلم عن حق من حقوق المواطنة للمغاربة. كيفاش أن السيد الوزير كيتعامل معنا؟ شنو هي الرسالة؟ أنا بغيت نعرف شنو هي الرسالة من انسحاب السيد الوزير.